الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بحضراتكم مع انطلاقة أشواط هذا المساء ضمن تحديات هذا السباق الذي يقيم وينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن، السباق السنوي المقام على أرضية ميدان الفليج الذي نعيش في ثاني أيام انطلاقته. وفي أشواط رموز هذا المساء انطلق منذ لحظات شوط خنجر القعدان المفتوح للمواطنين، وشعارات مميزة قوية قادمة من مختلف محافظات وولايات السلطنة ومن مختلف دول مجلس التعاون للمشاركة في أقوى السباقات وأقوى المهرجانات هنا على أرضية ميادين السلطنة. انطلق هذا الشوط بآمال وطموحات الجميع، ومباشرة إلى عمق الميدان للتعرف على أول الأسماء. وهنا نشاهد المتحد، هذا اللي اتحدت جميع قواه مع مقدمة هذا الشوط. يقدم سعد بن علي بن محمد بالحميدي من ينطلق ليقدم لنا انطلاقة واندفاعة المتحد، هذا اللي تقدم الأسماء، بينما شعار المخمري يتواجد مع المستوى الثاني، هذا اللي يدفع به في ثاني المراكز شايش عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري ينطلق ليقدم لنا انطلاقة شايش. بينما ثالث التحديات نشاهد مجد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم مع ثالث المراكز. وهنا نشاهد تسلل ممتاز من اللي تقدم واللي تسلل في هذه اللحظات، الفارس خالد بن غدير بن حمدان اليحافي من ينطلق على ظهر الفارس اللي بدأ يبدل موازين الشوط لصالحه. ناخذ المركز الخامس لنشاهد ونتابع اللي قادم في هذه اللحظات، مبلش علي بن عبد الله آل فهيده المري بطل رمز الانتاج في يوم الامس، الضيف القادم من المملكة العربية السعودية اللي نتقدم له بأحر الترحيب هنا على أرضية ميادين السلطنة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولا زال الحوار الخماسي ما بين القعدان المشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. هناك أسماء قوية لم يحن موعد ظهورها، 32 اسم بلغ نصاب هذا الشوط، لكن نعود إلى الفارس وكأني أذكر هذا الاسم اللي تقدم إلى مقدمة هذا الشوط. ينطلق مالك الفارس إلى مقدمة الشوط، والمتابعة مع أحمد بن خليفة بن عامر الحبسي من يقدم لنا هذا الشعار ومن يتسلل مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. ملكية الفارس مع خالد بن غدير بن حمدان اليحافي مع المقدمة. بينما ثاني المراكز هناك المتحد سعد بن علي بن محمد الحميدي من ينطلق مع المستوى الثاني. بينما شعار القبيسي من بدأ يتسلل وبدأ يتقدم إلى ثاني المراكز، يقدم لنا انطلاقة واندفاعة مجد عتيق بن مطر بن حسن القبيسي الضيف القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. تحرك في هذه اللحظات، تحرك شعار الفهيد ليقدم لنا انطلاقة مبلش علي بن عبد الله الفهيده المري من ينطلق إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات. الدور والنقلة إلى المستوى السادس أو عفوا الرابع، هناك يتواجد شايش عبد الله بن سعيد بن مصبح المخبري من يدفع بانطلاقة شايش. وخامس المراكز
المراكز نشاهد ونتابع شعار بن هناك بن شطيط يقدم مشوش حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. كل ما ذعنا اسم يتدخل، اسم قوي واسم في كفة مليئة بالترشيحات وكفة مليئة بإنجازات شاهدناها طيلة المواسم الماضية وطيلة أيام المواسم. يا سلام يا سلام يا سلام. أكتفي وأعود مباشرة إلى القيادة ونحن نعادل المقصورة الرئيسية باتجاه صحيح، بما أن الخنجربان أمام الجميع وبدأ في اللمعان والخفقان أو خفقان القلوب هنا على أرضية الميدان. خفقات قلوب المضمرين بدأت بازدياد والفارس لا زال متمسك، أو هذا مالك مشوش. بدأ ينطلقون الأشقاء من المملكة العربية السعودية يقدمون لنا في هذا الشوط. هذا اللي بدأ يتقدم، هذا اللي بدأ يندفع. مبلش علي بن عبد الله آل فهيد المري من ينطلق إلى مقدمة هذا الشوط، ونحن في الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير، الكيلو الأخطر في هذا المسار، منطقة الاشتباكات المباشرة. وهنا مبلش لا زال يقدم أجمل العروض. علي بن عبد الله آل فهيد المري هذا اللي يبحث عن الرمز الثاني من هذا المهرجان، ولكن شايش مع الملاحقة، شايش مع المطاردة. عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري واللي قادم شعارك يا بن شطيط. من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة مشوش حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، واللي قادم رعد نايل بن راشد بن سيف نعم الشامسي. لكن نعود إلى البداية. يا سلام يا سلام يا سلام. معركة من أجل الأمتار الأخيرة. شعار بن سالمين، شعار بصمة قادم في هذه اللحظات، ولكن مشوش شاش عليهم بن شطيط. وبدأ ينطلق بو صقر نحو الرمز المفتوح، رمز القعدان، خنجر القعدان. ولكن الفهد هزاع بن سعيد بن محمد آل سالمين المنصوري. معركة الأمتار ما بين أبناء السلطنة، ما بين أبناء الإمارات. أبناء السلطنة يبقون على هذا الرمز في أرضية السلطنة. سلام لك يا بن شطيط، سلام. حيو يستاهل مالك مشوش حمد بن شطيط الوهيبي من قدم لنا هذا البطل في هذا اليوم، منتزعا رمز المفتوح للقعدان، خنجر المفتوح مع حمد بن شطيط الوهيبي. مالك مشوش بطل هذا الشوط. المركز الثاني كان الفهد.